لما بعث الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كان زمن البعث هو زمن العبودية والرق، وكانت الجزيرة العربية موطن الدين الجديد بتعتمد بشكل أساسي على العبودية، وكان المجتمع في الزمن ده بينقسم لأحرار وموالي وعبيد. الأحرار هم سيادة الأرض وملاكها، والموالي هم اللي سابوا وطنهم ونقلوا لأوطان جديد، وعشان يضمنوا الأمان كانوا بيجعلوا نفسهم موالي للأسياد مقابل أجر أو خدمة بيتم الاتفاق عليها. أما الطبقة الثالثة فهي طبقة العبيد المملوكين للأسياد في المجتمع، وكان ليهم كامل حق التصرف في العبيد بكل الطرق المشروعة زي البيع والإعارة أو يهديه لسيد تاني كهدية، وده في المقابل ان السيد بيوفر للعبيد بتوعه الاكل واللبس والسكن والحد الادنى من متطلبات الحياه الضروريه. عشان كده ما كانش ينفع ان الاسلام يحرر العبوديه ويجبر الاسياد على تحرير العبيد مره واحده كده. المجتمع ساعتها ما كانش يتحمل الاثار السلبيه اللي هينتج عنها القرار ده. طب العبيد دول ازاي وصل بيهم الحال اصلا انهم بقوا عبيد؟ كان الحصول على العبيد في الجاهليه بيتم من خلال طريقتين. الطريقه الاولى وهي العدوان والاغاره على المجتمعات التانية عشان يقتلوا منهم المحاربين، والباقي من النساء والاطفال بياخدوهم كعبيد، وده شيء حرمه الله عز وجل في القران في اكتر من موضع ونهى على العدوان وحرمه، وبكده يكون الاسلام قفل الباب الاول من مصادر العبوديه. اما الطريقه الثانيه الا وهي الانتصار في الحروب واخذ الاسرى كعبيد، والباب ده كمان الاسلام قفله. وهنا جعل الله عز وجل التعامل مع الاسرى بين امرين. الامر الاول هو العفو عن الاسير واطلاق سراحه، وده بعد ما الحرب تنتهي بين الطرفين. اما الامر الثاني هو ان الاسير يفدي نفسه بالمال او العمل مقابل اطلاق سراح. بس كانت الطريقه الاولى هي السائده في الاسلام، وجعل الله عز وجل تحرير العبيد عمل للتكفير عن الذنوب، فضلا عن ان الاسلام جعل كل طفل يولد في عهده حر ليه حق الرعايه والزكاه وليه كامل الحريه في اختيار مصيره. اعتمدت المجتمعات القديمة على العبودية كجزء من المؤسسة الاجتماعية والاقتصادية، واستمر النظام ده بعد نزول الإسلام بالرغم من إن الإسلام بذل جهد كبير عشان يحاصر الظاهرة دي وتحسين وضع العبيد. وقال المؤرخ الإنجليزي بودلي في كتابه حياة النبي محمد إن الرسول صلى الله عليه وسلم حول انتباهه لمشكلة الرق، رغم إن ما كانش في مقدوره تحريم الرق بالكامل إلا إنه خفف قوانين الرق وعمل على تشجيع تحرير العبيد وفك الرقاب. وأكد المستشرقين إن العبودية عند العرب كانت أقرب إلى تبادل المنفعة بين الطرفين، وإن صعود المماليك للحكم في مصر وهم كانوا من العبيد دليل كامل على إن العبودية في الإسلام اختلفت تماما عن مفهومها مع الشعوب الأوروبية المستعمرة، واللي نتج عنها طبقة اجتماعية في أمريكا وأوروبا ما زالت حتى الآن تعاني من العنصرية، وده بسبب السحق والدمار اللي اتمارس عليهم من الدول المستعمرة. كانت العبودية اللي استمرت بعد مجيء الإسلام نظام متعلق بالحرب من الدرجة الأولى، ودي الطريقة اللي بيتعامل بها المنتصر مع المهزوم عشان يضمن تشتيت وتفريق قوته، وعشان يضمن كمان إنه ما يقومش للحرب مرة تانية. فكان بيتم توزيع أسرى الحروب كعبيد وخضوعهم تحت الرقابة والاستفادة منهم في نفس الوقت. وطبعا التشريعات اللي جه بها الإسلام رفض كل ده. وطبعا بالمقارنة مع العبودية في الإمبراطوريات الأوروبية في الزمن ده فهي نشأت وتوسعت بدوافع اقتصادية بحتة. كان بيتم استخدام العبيد السود في الزراعة والأعمال الشاقة بأعداد ملهاش مثيل في تاريخ الإنسان، واللي تم نقلهم عن طريق السفن بعد ما تم خطفهم من أفريقيا وترحيلهم للأمريكتين في ظروف قاسية جدا أدت لوفاة عدد كبير من العبيد خلال الرحلة. وفي بعض الأحيان لو السفينة واجهت مشكلة مع الأمواج أو الرياح كانوا بيرموا العبيد من السفينة عشان يخفوا الحمل. ولأن العبودية في نظر المستعمرين الأوروبيين كانت مدفوعة بأغراض الربح والتجارة فكان الأوروبيين بيروحوا أفريقيا بحثا عن العبيد، وبعد كده بيتم خطفهم وإرسالهم للمستعمرات. لما بدأت الثورة الصناعية في أوروبا اتخلق معاها نظام اقتصادي جديد وهو الرأسمالية، وفيه كانوا العبيد عبارة عن أيدي عاملة مجانية، والأيدي العاملة المجانية بتخل بمبادئ السوق الحر، فهي بتوفر إنتاج لا محدود من البضائع، وده هيسبب في النهاية في فقدان السوق توازنه بعد ما أصبحت أسعار المنتجات رخيصة جدا، وده بسبب رخص إنتاجها. في الوقت ده ما كانتش العبودية بس عديمة الفايدة، دي كانت بتشكل مشكلة كبيرة في الاقتصاد كمان. ففي النظام الرأسمالي لازم يكون فيه بائع ومشتري، أما بقى بوجود الأيدي العاملة المجانية فهيرفع الإنتاج بشكل كبير، في المقابل هتقل عملية الشراء لأن الأيدي العاملة المجانية لا تتقاضى المال مقابل عملها، وبالتالي مش هيشتروا حاجه من البضائع دي. عشان الرأسمالية تشتغل فهنحتاج عمال بتنتج وبعدين يشتروا البضاعه، ومن هنا ظهر الحافز الاقتصادي لتحرير العبيد عشان يبقوا عمال منتجين وبيقبضوا وفي نفس الوقت زباين بتشتري، وبكده يكون الدافع المادي البحت اللي دفع اوروبا تهتم بالعبوديه هو نفسه اللي دفعها عشان تلغيه. اتلغت العبوديه في الغرب بس ما زالت العنصريه مستمره حتى الان، على العكس في الاسلام فدعا لتحرير العبيد ليس من اجل مصلحه اقتصاديه او هدف معين، بل انه جه عشان يساوي بين الناس، ازاله التفرقه بغض النظر عن لونه او جنسه او نسبه بل بالعمل الصالح. وقال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس كده، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو، تستنى الفيديوهات الجديدة.